آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حسم ريال مدريد تأهله على حساب نادي مانشستر سيتي بعد فوز ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. كما تأهل نادي باريس سان جيرمان على حساب نادي تشيلسي بعد فوز نادي باريس سان جيرمان بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين. وتأهل نادي أرسنال على حساب نادي بايرن ليفركوزن بعد فوز نادي أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وتأهل نادي سبورتنج لشبونة على حساب نادي بودو غليمت بعد فوز نادي سبورتنج لشبونة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين. بحسب موقع فيتشاخيس، يسعى ريال مدريد للتعاقد مع أشرف حكيمي في الصيف المقبل كخيار لتعويض داني كارفاخال، حيث يتصدر الدولي المغربي أولويات النادي رغم صعوبة الصفقة بسبب مطالب باريس سان جيرمان المرتفعة التي تبلغ حوالي 80 مليون يورو وامتداد عقده حتى 2029. وبحسب صحيفة سبورت، أعرب الأسطورة ليونيل ميسي عن استيائه الشديد من استغلال المرشحين لانتخابات رئاسة نادي برشلونة لاسمه وصورته في حملاتهم الانتخابية دون إذن مسبق منه.